عمرك دخلت مكان كنت متعود تحس فيه بالأمان ولقيت فجأة نظرات الناس ليك اتغيرت، كأن في سر كلهم عارفينه وانت الوحيد اللي بره اللعبة؟ أقرب ناس ليك فجأة بقوا بيتعاملوا معاك برسمية وبحذر، ومفيش غير شخص واحد بس هو اللي بيطبطب عليك وبيقولك معلش هما مش فاهمينك زيي. لو الموقف ده بيحصل معاك دلوقتي فأنت غالبا بيتم عزلك ببطء وبطريقة ممنهجة، وبتتعرض لواحد من أقذر أسلحة علم النفس المظلم، تكتيك العزل أو divide and conquer. في الفيديو ده أنا مش جاي أواسيك، أنا جاي أكشف لك خطة بتتنفذ عليك في الضلمة عشان تسلبك قوتك، وجايب لك معايا تكنيك مضاد اسمه التسليس العكسي، سلاح نفسي مدمر هيقلب الترابيزة على الشخص ده وهيفضحه قدام الكل. بس التكنيك ده محتاج أعصاب باردة، وهشرحها لك بالتفصيل في حلقة النهاردة. الشخص التوكسيك ما بيدخلش حياتك وهو شايل يافطة مكتوب عليها أنا هدمرك، بالعكس ده بيدخل من باب التعاطف والاهتمام المبالغ فيه، بيقرب منك جدا وبيبقى صاحبك الصدوق في وقت قياسي، بيسمعك بتركيز مرعب عشان يجمع عنك معلومات، نقط ضعفك ومخاوفك وأسرارك هي دي الذخيرة اللي هيضربك بيها بعدين. لو انت من الناس اللي قررت تبطل تكون ضحية في مسرحية حد تاني وقررت تفهم قوانين القوة وتلعبها صح، اعمل لايك واشترك في القناة، لأن اللي بنقوله هنا مفيش فيه تجميل للواقع، احنا بنبني عقلية مضادة للصدمات وبتعرف تقرأ اللي بين السطور. بمجرد ما الشخص ده بيضمن ثقتك بيبدأ ينفذ خطة العزل بمنتهى الخبث، هدفه يقطع كل خيوط التواصل المباشر بينك وبين أي حد قريب منك، عن طريق زرع بذور الشك والتسريب المتعمد للمعلومات. تلاقيه يجيلك بصوت واطي ومليان أسف ويقولك بصراحة أنا ما كنتش عايز أقولك عشان ما زعلكش، بس فلان قال عليك كذا في غيابك، أو مديرك مش طايقك وبيدور لك على غلطة بس أنا اللي دفعت عنك. هو هنا بيعمل حاجتين، بيكرهك في فلان وبيخليك تحس إن هو الوحيد اللي باقيلك في الدنيا. تعال نضرب مثال عملي بيحصل كل يوم في بيئة العمل. تخيل إنك في تيم شغالين سوا وعندك زميل بتثق فيه، يدخل الشخص المؤذي ده بينكم يروح لزميلك يقوله خلي بالك فلان بيحاول ياخد مجهودك وبيتكلم وحش عن شغلك، ويجيلك انت يقولك زميلك بيحفر لك عشان يوقعك. النتيجة إن التواصل الطبيعي بينكم هينعدم ومفيش حد فيكم هيواجه التاني، لأن المتلاعب زرع فكرة إن المواجهة هتكبر المشكلة، وفجأة التيم اللي كان قوي بقى متشتت. ولو طبقنا نفس الكلام على شلة الصحاب هتلاقيه بيستفرد بكل واحد لوحده، ويقول لده انت أقرب حد ليا، ويقول لده الباقيين مش فاهمينك، ويبدأ يعمل جروبات شات جانبية ويستبعد ناس معينة بحجج فاضية. تلاقي الشلة اللي كانت مترابطة بقت مليانة حساسيات ونظرات غريبة وبقت أحزاب، والكل بيشتكي للطرف الوحيد المشترك اللي بيلعب بيهم كلهم، اللي هو الشخص السام نفسه، وبيلعب دور حمامة السلام وهو أساساً اللي مولع النار. هنا بتيجي الكارثة النفسية الحقيقية ليك انت، فجأة هتلاقي نفسك متوتر طول الوقت وبتفكر 1000 مرة قبل ما تتكلم مع أي حد، حاسس إن الكل ضدك وإنك متراقب، وهرمون التوتر هيضرب عندك في السماء، طاقتك الذهنية هتتسحب في صراعات وهمية هو اللي خلقها من العدم عشان يسيطر على الكل. الخسارة الأكبر مش بس في علاقاتك اللي بتبوظ، الخسارة الحقيقية في ثقتك في نفسك وفي حكمك على الأمور. هتبدأ تعتمد عليه هو بس في كل صغيرة وكبيرة، وتاخد رأيه في كل خطوة، وتصدق نظرته المريضة للواقع، وبكده هو نجح يعزلك تماما، بقيت في سجن ضلمة هو اللي بنيه وهو اللي معاه المفتاح. لو ما طبقتش قواعد القوة نهايتك هتكون استنزاف نفسي كامل، هتخسر شغلك أو هتخسر صحابك، وهتطلع انت في الآخر الشخص اللي مليان عقد، والريد فلاجز كلها هتبقى بتشاور عليك انت، وهو هيطلع منها بريء. عشان تعرف تضرب صح لازم تفهم الشخص ده بيفكر ازاي. ده شخص عنده ايجو هش جدا، مريض بنقص الثقة ومخاوف من الرفض، ما بيقدرش يسيطر على مجموعة مترابطة فبيقسمهم عشان يضعفهم ويتغذى على الدراما اللي بيخلقها. لما يخلي الكل يضرب في الكل وكل واحد خايف من التاني هو بيقعد يتفرج من بعيد ويحس بالسيطرة والأهمية. المشكلة إن الناس الطبيعية بتفترض حسن النية، وبنفترض إن مفيش حد بالغ وفاضي يعمل كل الأفلام دي، بس في عالم الأشخاص اللي من النوع ده دي لعبتهم المفضلة، وده الأكسجين اللي بيتنفسوه. ودلوقتي جينا الوقت الحساب والتكنيك اللي وعدتك بيه، إزاي ترصد تحركاته وتضربه ضربة استباقية
تفضحه قدام الكل وتخليه عبرة، أو على الأقل تكشف النوع ده من الناس. التسليس العكسي أو reverse triangulation ده سلاح بيضرب في مقتل. الشخص التوكسيك بيعتمد بنسبة 100% على غياب التواصل المباشر بين الضحايا. بيعتمد على إنك مكسوف أو متكبر تروح تسأل الشخص التاني عن اللي اتقال عليك، وبتصدق كلامه هو وبس. عشان كده الضربة الاستباقية الأولى بتاعتك هي التواصل المباشر. أول ما يجيلك حد ويقولك بصوت واطي فلان قال عليك كذا، اوعى تنفعل وما تبينش أي رد فعل عاطفي أو غضب على وشك. بص في عينه ببرود وثقة وقوله: غريبة جدا اللي بتقوله ده، مع إن فلان علاقتي بيه كويسة وفي بينا احترام. عموما أنا هروح أسأله دلوقتي حالا، وإنت هتكون معايا عشان نصفي سوء التفاهم ده ونحط النقط على الحروف. هنا انت بتعمل شلل كامل للسيستم بتاعه. عقلية المتلاعب متبرمجة على انك هتخاف او هتغضب وتبدأ تشتم في فلان وهو يسجل رد فعلك، بس مش متبرمج نهائيا على انك هتاخد اكشن مباشر وصريح. هتلاقيه بدأ يتوتر ولونه يتغير ويقولك بارتباك: لا بلاش، انا قلتلك في السر بيني وبينك، كده هتخلي شكلي وحش. بص في عينه بثقة وقوله: مفيش أسرار في الشغل ومفيش أسرار في شلتنا، أنا ما بحبش الكلام في الظهر، واللي عنده حاجة يقولها في الوش. وروح فوراً للشخص التاني وهو واقف معاك. مجرد ما تعمل الحركة دي هو هيعرف إنك مش فريسة سهلة، وإن تكتيكاته الرخيصة مش هتمشي عليك. الخطوة التانية في التكنيك ده هي توثيق كل حاجة وتسليط النور. الأشخاص دي بتتلون زي الحرباية وبيلعبوا بالكلام، وعشان تمسكه صح لازم تقفل عليه كل طرق الهروب الممكنة. لو في بيئة عمل أي كلام مهم يقوله لك خليه دايما مكتوب. ابعت له رسالة قول له: بناء على كلامك النهاردة بخصوص كذا أنا هعمل الخطوة الفلانية. خليه دايما تحت كشاف النور، لأن الأشخاص دي بتترعب من الوضوح وبيحبوا يشتغلوا في المنطقة الرمادية وفي الضباب. الخطوة الثالثة والأهم على المدى الطويل هي حرمان المعلومات أو تجويع المتلاعب. اوعى تديله أي داتا حقيقية عنك أو عن مشاعرك أو عن رأيك في أي حد. حط حدود فولاذية، وإجاباتك معاه لازم تكون سطحية ومختصرة جدا. لما يسألك عن رأيك في زميل أو صديق قول له: مفيش بيني وبينه غير كل خير، شخص محترم وشغله كويس. ما تديلوش أي مساحة يمسك عليك نص كلمة يروح ينقلها للطرف التاني ويحط عليها التوابل بتاعته. لما يلاقيك حيطة سد ومش بتديله الذخيرة اللي هو عاوزها هيبدأ يزهق ويدور على ضحية تانية أسهل ويخرجك بره حساباته تماما. لازم تفهم إن المواجهة مع النوعيات دي مش مواجهة عضلات وصوت عالي، دي لعبة شطرنج استراتيجية بحتة، واللي بيتحكم في أعصابه هو اللي بيكسب الماتش. انت بتسيبه يلف الحبل حوالين رقبته بنفسه. كل مرة بيحاول ينقل كلام انت بتواجهه وبتقفل الدايرة المسمومة اللي بيحاول يفتحها. لما تعمل التكنيك ده الناس كلها هتبدأ تلاحظ وتفهم مين اللي بيعمل المشاكل ومين اللي بيحلها وواقف على أرض صلبة. القناع هيتكسر وهيبان قدام الكل إنه شخص مريض بيحاول يداري نقصه في إنه يوقع الناس في بعض. دلوقتي انت بقيت شايف الصورة كاملة، معاك الخريطة ومعاك السلاح. مفيش أي عذر إنك تكون ضحية وتسيب حد يعزلك ويتحكم في مسارك. شارك الفيديو ده مع أي حد حاسس إنه بيتم عزله ومحتاج يفهم اللعبة، أو مع أصحابك المقربين قبل ما يفوت الأوان. وأهلا بيك في عائلتنا، صفوة الناس اللي بتشغل دماغها وما بتمشيش ورا القطيع وبتعرف تحمي نفسها. سلام أصدقاء.